ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا هنتكلم عن الأرملة. طبعا احنا عارفين ان الأرملة دي بتبقى ست قوية. ست قوية بيبقى جوزها توفى عندها أولاد، بتبتدي تربي أولادها وتعيش عليهم عمرها كله، وبتبقى ست يعني كلنا يعني نرفع لها قبعة. تبقى ست لازم نتقي الله فيها. أهل الزوج، جيران، أهلها، صديقات، أي حد يعرف واحدة أرملة وجوزها توفى، وبالذات لما تكون صغيرة وعندها مسؤولية أولاد مسؤولة عنهم، دي بيبقى كتر يعني الله يكون في عونها، كتر ألف خيرها، الله يكون في عونها حرفيا. فأنا هحكي لكم النهاردة قصة حصلت بالفعل. واحدة جوزها توفى، كانت شابة صغيرة، كان عندها طفلين. المهم الست دي جوزها توفى، فحصل ايه بقى؟ راح اهل جوزها قاربين الكف عليها معامله سيئه. قالوا لها انتي لازم تتجوزي اخوه ده كان مطلق وما عندوش اولاد. ليه؟ قالت لهم ده زي اخويا. مش متخيله الموقف، هو زي اخوها بالظبط. فهي مش متخيله او مش مدركه الموقف ده يبقى جوزها. قالت لهم مش هينفع والله ولا يمكن واستحاله. قالوا لها لا اما تمشي وتسيبي البيت وولادك هيفضلوا معانا، لا اما تتجوزي. عندك حل من الاتنين، مفيش حل تالت تختاريه. فضلت تفكر، قالت ما اقدرش اسيب ولادي وهروح فين طب انا اعمل ايه؟ هي وافقت تحت الاجبار وتحت الضغط، وافقت. وهي بالنسبه لها ده زي اخوها، مش عمرها ما كانت تتخيل ان ده تتجوزه، يعني وضع غريب. فرضت بالامر الواقع واتجوزت اخو جوزها المطلق. فبعد كده مرت فتره، سنه اتنين. المهم هي طبعا الحياه بينهم كان فيها فتور، وهي بالذات هو برضو ما كانش يعني متقبل الوضع، بس هو وافق علشان اهله واخوه المتوفي واخوه برضو اجبروه تحت الضغط، اهله اجبروه كده فوافق، وهي برضو وافقت. والاتنين مش مقتنعين تماما بالجوازة دي، تحت الضغوط وافقوا. فبعد كده مرت سنتين، اكتشفت هو كان ايه، عارف واحدة، اتعرف على واحدة وكده، وقال لأهله انا عاوز اتجوزها وبحبها وانتوا جوزتوني الجوازة دي وكده، ومرات اخويا المتوفي وانا يعني ما فيش بيني وبينها اي حب زي اختي. قالوا خلاص اتجوزها بس مش هتطلق. قال لهم مش هطلق، مش مشكلة، هي قاعدة تربي العيال والاسم مراتي وخلاص. وشوفوا هي وافقت بقى، يعني شوفوا كمان. طب انتوا ايه الحكمة من كده؟ طب انتوا كنتوا تسيبوها أرملة وعايشة معاكوا تربي عيال أفضل ما تجوزوها بالإكراه، ومفيش أي كرامة ليها، وفي الآخر يروح يتجوز عليها وعلى ذمته. ايه اللي استفيدوه؟ عارفين ليه؟ عشان يربطوها وخايفين انها تتجوز، خايفين انها تتجوز وتجيب حد غريب لولادهم، لولاد ابنهم. فراحوا عاملين كده. حاجة تصرف غريب، وتصرف مفهوش أي نوع من الرحمة أو الأسلوب الكويس. هو اتجوز وفي نفس البيت، هما عندهم بيت في نفس البيت. حصل ايه بقى؟ في نفس الشقة اللي كان متجوزها فيها جاب مراته التانية، وهي نزلت بعيالها عند حماتها قعدت، والاسم على الورق انها متجوزة وعايشة بتخدم البيت كله، وحاضر ونعم، وكلمتهم لازم تتنفذ على رقبتها ومفيش اي اعتراض. والاسم انها متجوزة وجوزها كمان جايب ضرتها، وضرتها هي اللي بتأمرها كمان اعملي وسوي وكل حاجة. فالحاجات دي بالفعل بتحصل، الحاجات اللي انا بقولها لكم دي حصلت وبتحصل زيها كتير قوي، واسوأ منها، اسوأ منها بتحصل وكتير قوي، كل يوم بنشوف الحاجات دي. فبصراحة حاجة يعني أنا بصراحة ضد الموضوع ده. يعني المرأة دي اللي بتسيب ولاد، المفروض أهل الجوز يتقوا الله فيها، المفروض يعاملوها بما يرضي الله، ويبقى عينيهم على الولاد مثلا. وهي مش هتتجوز، ونفترض اتجوزت، نفترض حقها، هنقول افرضي اتجوزت، يا ستي يبقوا الأولاد يبقوا هنا وهنا. يعني مادام جوز الأم كويس وبيعاملهم زي كأب ليهم وكويس، يفضلوا هنا وهنا، يعني يروحوا عند أهل أبوهم شوية، ويروحوا مع أمهم وجوز أمهم شوية. وبرضه الأم لازم لو فكرت تتجوز تختار واحد كويس، تختار واحد يكون أب ليهم، أب بديل ليهم، مش تختار واحد قاسي القلب ويقول لها ارميهم أو يعملهم معاملة وحشة. هي برضه هنا الدور، لازم الست الأرملة لو فكرت تتجوز تختار زوج صالح، أب لولادها قبل ما يكون جوز ليها، يا جوز ليها أب لولادها الأول بعدين جوز ليها، عشان دول يتامى. يعني مش هنقول مثلا دول أبوهم موجود ومتطلقة لو عاملهم وحش يروحوا لأبوهم، لأ، دول مفيش مكان يروحوه، مفيش حد تاني يلجأوله، مفيش حد تاني يلجأوله. أهل أبوهم ماشي
حنينين وبيخافوا عليهم، بس مش هيكونوا زي امهم وزي ابوهم اللي راح واللي توفى. فيا ريت الارمله، طبعا احنا عارفين كل الارامل بيبقوا ناس كويسه وبيروحوا يقعدوا يربوا ولادهم وطيبين، ما بتفكرش تتجوز، ولو فكرت اتجوزت مش عيب وحرام، بس تختار عشان ما حدش كمان يمسك غلطه عليها، يقول لها شفت انت جبتي ايه لاولادك، هو ده اختيارك، عشان كده كنا منعرضينك، انت لا تعتمدي، انت كذا، يروحوا واخدين منها العيال، وفي الاخر الجوازه ممكن تفشل وتتطلق. فمش عاوزين الحاجات دي كلها تحصل، عاوزين العقل في القرارات. لكن اهل الزوج بيبقوا دايما هما اللي جايين على الست الارمله، يعني معظم الحالات، في حالات مش بيبقوا كويسين وعادي وبتعيش معاهم وما بيجبرهاش على حاجه وبيتقوا الله في في ولاد ابنهم وفيها، بس معظم الحالات بيبقوا اهل الزوج قاسيين القلب على الست اللي هي ايه، مرات ابنهم اللي جوزها توفى ده، بيبقوا قاسيين القلب، بيبقوا مش كويسين خالص. فيا ريت يعني الحكايه دي يتنظر الناس، يبقى عندها رحمه ورأفة بالموضوع ده، بالست اللي بتسيب ولاد، يعني الراجل اللي بيسيب ولاده يتوفى مع امهم بس، والام بتبقى المسؤوليه كلها عليها، معنويه وماديه وتعليميه، وازاي الاطفال دول ما يتاثروش بموت ابوهم، وتبقى واحده واحده تبتدي تخرجهم من القصه دي. يعني الاطفال بيبقوا نفسيين متعلقين بابوهم وابوهم اتخطف منهم، فبتبقى برضه عليها دور ضغط جامد، ضغط جامد في التربية، ضغط صعب، غير التربية وغير التعليم وغير انها تقومهم خلقيا ونفسيا. الضغط في فقدان الاب شيء صعب، الاب ما يحكم على حد صعب جدا. فانا حبيت هنا اتكلم شوية عن الموضوع ده، الظاهرة اللي بنشوفها، الارامل اللي جوزها بيموت وعندها اولاد، ويجوا اهل الزوج يتدخلوا بالامر وبالتعنت، انت لازم تعملي كده ولازم ما تتجوزيش، ولو اتجوزتي انت لازم تتجوزي اخوه ولا قريبه، ده لازم. دايما حكايه الاخ دي، الاخ لما يكون ما اتجوزش اعزب او مطلق او ارمى ايا كان، يقولها لازم تتجوزيه بقى، هو ده مطرح ابننا، وده اللي هيشيل ولاد اخونا في عينيه. وبعد كده ما بيكملش ويروح يتجوز عليها، زي القصه انا قلتها لكم دي، راح اتجوز عليها، وبعد ما اتجوز عليها بقت مراته الجديده بتشغلها، سوري يعني، خدامه في البيت، سوري يعني، هاتي واطلعي وشيلي وودي. والتانية العروسة التانية دي خلفت تاني، يعني خلفت تاني، الأولانية اللي هي جوزت دي ما خلفتش منه، بس التانية بقى خلفت وبقت ايه، هي تراعي ولادها وتراعي ولاد جوزها، بقت كله، والله بقت شغالة لكله، تراعي الاتنين والأسرة والعيلة والمراته الجديدة والعيالها وعياله، يعني بقت شغالة لكله، خدمة وحاضر ونعم وأوامر وبس، ما فيش أي اعتراض أي حاجة. وبقى ينزل ياخد مراته الجديدة يفسحها ويخرجها ويوديها ويجيبها، والتانية ما فيش أي مراعاة ليها ولا خروجه ولا أي حاجة. حتى اللبس بقى ياخدها يقول لها شوفي عاوزة إيه، أجيب لك إيه، أشتريك إيه، والتانية سايبها من السنة للسنة طقمين ولا حاجة كده كأنها شغالة وخلاص. في كتير كده على فكرة، الحالة دي مش حالة نادرة او حالة واحدة او حالتين، لا دي بتتكرر كتير قوي، الحالات دي بتتكرر، غير الحالة اللي انا شفتها دي وعرفتها، انا سألت كتير قالوا لي الحالة دي بتتكرر، واتكررت من فترات طويلة عند ناس تانية نعرفهم. وفي حاجات كتير دايما يقول لك حصل ده بجبرنا انها تتجوز اخوه، واخوه دايما هو ده سعيد الحظ بقى اللي واقف الشوكة، دايما اخو الراجل المتوفى، والله دايما تلاقوه كده عازب ما اتجوزش، مراته ميتة، بس غالبا معازب لما مطلق، فاضي بقى وقاعد، وهو بقى اللي جاي على الحصان يشيل الليلة، فارس الأحلام يشيل الليلة بالعيال وإيه يلا، ويديها بعد كده أوامر، وأنا رايح أتجوز ومراتي هي جت، أنت إيه، أنت مرات أخويا اللي ميت، إحنا عيالنا معاكي شايلين اسمنا، أنت تخدميهم وتخدمينا، ما فيش أي حاجة تانية. الست ساعتها بتحس إنها حتى مش أم، انها شغاله لكله، يعني مفيش، مش بني ادمه، ملهاش حقوق اختيار او حياه او تصرف هي عاوزاه تعمله، او اراء ليها راي تعمله، تبقى حاجه صعبه، وضع صعب. قولوا لي في الكومنتات وضع صعب ولا لا، شفت حالات زي كده ولا ما شفتوش، سمعتوا عن حالات كده ولا ما سمعتوش، ولو سمعتوا ما سمعتوش، شفتوا ما شفتوش، اكيد كلنا شفنا وسمعنا. الوضع ده حلو وكويس، تأيدوه ولا تعرضوه؟ الست اللي تتجوز اخو جوزها المتوفي تتجوز اخوه وتبقى بقى تحت رحمتهم وبيتجوز عليها، الوضع ده كويس
ولا وضع وحش وكلنا بنقول عليه وضع مش حلو طبعا، واهانه للست الارمله. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل فيديو جديد. انتوا القناه هتكبر بيكوا ومعاكوا يا حبايبي. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه يا حبايبي وفعلوا الجرس. سلام، هتوحشوني.